أهلا بكم إعلاميين، صحفيين، مواقع، معانا أو مش معانا، بتكتب أحيانا كلام هو بينقل مباشر، يقعد يكتب رأيه، ففي ناس بتشوفك، فبلاش تكتب رأيك السلبي وانت في نادي الزمالك عشان نعيب. والأخ بس اللي رجله في وشنا، احنا محترمين كل الناس. أيوة، أول حاجة أنا بشكر أعضاء وعضوات الجمعية العمومية المحترمين، تاني المحترمين، اللي النادي الخميس اللي فات الصبح ما كانش فيه جنيه. تاني، ما كانش فيه جنيه. بعد اذنك يا هانم. ايوه حضرتك اقعدي كويس. ايوه حضرتك. صحيح انا نظري ضعيف بس بشوف الحاجات ده انت لسه تحت التمرين. امال لما تبقي مراسله جامده هتعملي فينا ايه؟ اعضاء وعضوات الجمعيه العموميه اثبتوا للدنيا كلها انهم ناس محترمين ومحترمات. بمجرد ما قلت لهم الخميس اللي فات ظروف النادي الماليه، ملايين تدفقت في خزينه النادي. تاني، فلوسكم انتوا الاعضاء والعضوات. واحنا عملنا مبادرتين او 3. المبادره الاولى مع السيد وزير الماليه، مشكورا استجاب فورا وشكل لجنه، وشكلنا لجنه لرفع الحجز. المبادره الثانيه مع اتحاد الكوره عشان نشوف ايه المديونيه ونعمل اتفاقيه عشان ما يبقاش علينا فلوس. يوم الاحد ان شاء الله هنمضي مع اتحاد الكوره، يبقى خلصنا مشكله اتحاد الكوره. المبادره الثالثه مع ممدوح عباس، رافض يرفع الحجز وبقول للدوله ده متساب ليه؟ ده احنا المبادره باختصار شديد كانت كلمتين: انت ليك فلوس؟ طيب هنعمل لجنه، مدير المالي بتاعك، الولد بتاع الشؤون القانونيه بتاعك، مدير المالي بتاعنا، الشؤون القانونيه بتاعتنا، وناس من وزاره الشباب محترمين، ومن الرقابه الاداريه وجهاز مركزي المحاسبات. ورينا ورقك يا ممدوح. اهو. طب الفلوس دي احنا سددناها، فين ورقك يا زمالك؟ اهو. مش انا، ده زمالك، لانه ملوش حاجه، رافض ومصمم يكمل هو وابنه ايمن الحجز على فلوسكم. واقسم بالله العظيم انه خد الفلوس دي قبل كده اكتر من مره. فالدوله استجابت، اتحاد الكوره استجاب، لكن ده دوله داخل الدوله. تاني، ممدوح عباس عامل دوله داخل الدوله. مش انت ليك فلوس يا عم؟ تعال عشان تاخدها. طب تاخدها ازاي؟ بالورق. طلع لي القضا بالقصه دي. ما تدخلناش في صدام مع قضاة مصر العظام من فضلك. الموضوع سهل جدا. انا ليه 10 قروش بجيب ورقهم، حضرتك بتقول انك سددت، وريني ورقك. هي دي مفاقي مش كيمياء. ويترفع الحجز. عشان المشكله مش في ال 100 مليون جنيه اللي جوه البنك، المشكله ان احنا مش عارفين ندخل جنيه. يعني احنا لينا فلوس مصطفى فتحي، ولينا الفلوس بتاع سيف الجزيري، ولينا فلوس بتاع البطوله الافريقيه اللي احنا دخلنا فيها دي، مش عارفين ندخلهم. هو ده مين يا جماعه؟ ومسلط شويه عيال. انا حسين لبيب، النادي مخطوف. يعني الجمعيه العموميه دي هي اللي خاطفه النادي؟ سبحان الله. يا عم قلنا لك 100 مره انزل الانتخابات، تعال ورينا نفسك. انا اول مره اشوف واحد مأجر اوضه مفروشه في عماره ومأجر لمده شهر، عايز يطلع صاحب العماره. انت يا ابني لجنه يد شهرين 3. انا رئيس نادي بالانتخاب من 2005، ويطلع يعمل مداخله مع الواد الاقرع ده، الصعبان الاقرع، وبعدين هاني شكري، بعدين الواد الثاني اللي اسمه مش عارف مين، مداخلات.
وبعدين الواد اسمه عمرو ادهم، والله العظيم ما اعرف شكله، يخش مع عيل ما اعرفش اسمه مش عيل كده بيلبس بامبرز في قناه النهار، قليل الادب، عايش في الدور. مين ده؟ مين الولد ابو شخه ده؟ يقول له ايه؟ ادي العوده، يعني انت اللي سارق العود؟ سبحان الله، في الوقت اللي احنا كلنا كنا بندور على جنيه، الظروف دي النادي ما كانش فيه جنيه. اللي بيقول لك ايه، اصل انا رجعت حمامات السباحه والبلاي ستيشن. من فضل الاخوه الاساتذه الاعضاء اللي بيتمشوا، من فضلك نقعد في مكان. بعد اذنكم نقعد في مكان لغايه ما نخلص الربع ساعه دي، عشان في كلام هيتقال المفروض الاعضاء يعرفوه. فبعد اذنك وبعد اذنك نقعد. طيب هو البلاي ستيشن ده، هو انا جد او اب عندي اطفال، انا جاي النادي ليه؟ عشان اطفال. ما انا ممكن اقعد على قهوه، ما ممكن السيده الفاضله تبقى مع صحباتها ولا مع اسرتها، اختها، اخوها، عيلتها يعني. انما كله جاي عشان الطفل ده يبقى عنده بلاي ستيشن مجاني، تنس، سباحه، كوره. كلنا كده بنيجي عشان كده. ايه البلاي ستيشن ده؟ ده عيل من لجان بيبو